ايه ده؟ هو ايه العلامه اللي في كتفي دي؟ لو انت كمان عندك العلامه دي ومش عارف ايه سببها، تعالى اقول لك باختصار ايه قصتها بالظبط. في القرن العشرين 300 مليون شخص ماتوا بسبب مرض واحد بس، الجدري. وده طبعا لحد ما اكتشفوا طريقه يعالجوه بيه نهائيا. والعلاج بطريقه بسيطه كان عن طريق ان هم يجيبوا ابره. الابره دي ليها سنين، وده اللي بيحصل بالترتيب بعدها. بياخدوا الابره مسنين ويبتدوا يشكوا جلدك في الحته اللي عند كتفك دي كذا مره على شكل دائري. وبسبب الشكشكه اللي حصلت دي، الفيروس بيبتدي يخش من الاتجاه ده تحت الجلد بالظبط. واول ما جهاز المناعه بتاعك بيحس بالفيروس ده، هجوم، بيبعت كل دفاعاته عشان خاطر يحاربه في نفس المكان. وبعد كده الجزء اللي حصل فيه الحرب ده بيعمل حبوب، وبعد كده الحبوب بتعمل قشره، وبعد كده القشره بتقع. وبكده يبقى مبروك عليك، انت انضميت لفريق اللي متعلم عليهم. وخلي بالك الفريق ده على مستوى العالم كله. اخر واحد اتصاب بالجدري كان سنه 1977، ومن ساعتها مفيش اي حد اتصاب بيه تاني. وبكده يبقى انت عرفت ان العلامه اللي على كتفك دي مش غلطه او بسبب ابره، لا، ده دليل على انتصار البشريه على واحده من اخطر الحاجات اللي قابلتها في تاريخها. علشان كده اي واحد عنده العلامه دي لازم يفخر بيها ويعتبرها نشان على صدره او على كتفه يعني، لانها طبعا دليل على انتصارك الساحق، مش طلعت غلطه من الابره او من الدكتور نفسه.